حيمي، شو رايك بانتقال نايف هزازي للنصر؟ يعني هو كانتقال جيد جدا، بس انت دائما ابدا تبحث كلاعب. انت فين حتكون الاول ولا الثاني في الخانه اللي بتلعب فيها. يعني مستحيل اني انتقل. هذه انا قلتها بعد ثقافه اللعيبه ومدراء اعمالهم، مو مجرد اني انتقل. واحنا شفنا بعض اللعيبه، عيسى المحيان انتقل من لاعب اساسي كان في نادي الوحده اصبح احتياطي، كل الانديه اللي نقل فيها صار احتياطي الى ان انتهى تقريبا فنيا، وعكسه كثير. نايف انت انتقلت بس في قبلك اول المدرب جايب راس حربه من بلده، ثاني شيء هداف نادي النصر هو السهلاوي ب20 هدف الموسم الماضي، فمعناه انك انت حتكون الثالث ولا الرابع. المفروض ابحث فين انا العب. يعني هذا السؤال. لكن يا دكتور اسمح لي، كل الانديه الكبيره في العالم بتجيب تيفيز كان احتياطي بمانشستر يونايتد، وكان موجود عندك رونالدو، وعندك ويروني، كان عندك برباتوف. لا يعني لا كل واحد أنا معاك. لا انا معاك ابو كرم. لا ابو كرم انا معاك، بس روح لاوروبا دائما تلاقي مراحل السن بينهم يختلف. يعني مستحيل انت 30 وانا 35 و33 وانا حكون احتياطي سنتين ثلاثه. ما لانه بكره اللي يجلس احتياطي سنتين ثلاثه ما حيلاقي له نادي. الصفقه في حد ذاتها صفقه جيده، ما اقول لك لا، بس انا كلاعب انا فين حكون؟ انا حلعب ولا ما حلعب؟ اذا القاضي يعني راضي، السالم لما جاء النادي، اذا القاضي راضي هذا ما قلت لك القاضي يرضى على شيء خطا في فهمه. انا بتكلم عن ناحيه فنيه. نعم. فاقول لك اللاعب ومدير اعماله، هذا رايي انا. ايش رايك ابو عوف؟ مصطفى، اول شيء نقول هو قوه ضاربه يدعم الهجوم النصراوي بشكل كبير جدا. نعم. بالنسبه للنصر، اتكلم بالنصر مفيد جدا، لان الموسم الجاي النصر عنده عده مشاركات وهو محتاج. نعم. لو لاحظنا كابتن شايع الشراحيلي قال الامير ما قصر، اللاعب اللي يغيب في لاعب بديل بنفس مستواه مش اقل منه، وهذا انت محتاج لنا، خصوصا الفرق اللي تنافس في الدوري يعملوا روتيشن بين بعضهم. اكيد اذا المدرب، يعني اكيد المدرب سيلفا عارف هذه القوه، ما بيستدعي ولاعب مثل الهزازي الا هو عارف انه هو محتاج له. فهذه الموسم طويل جدا، كاس ولي العهد، كاس الملك، بطوله الدوري، البطوله الاسيويه، فلذلك النصر محتاج انه يكون عنده البديل الناجح. اذا غاب السهلاوي يكون عنده، مش اذا مثلا غاب السومه ما عاد تلاقي مثل الاهلي. نعم. الاهلي عنده كانت مشكله كبيره لما غاب السومه.